سيدي رسول الله زيدوا في صلاة المصطفى طه ربي عطاه من فضله واصطفى رسول المحبة والخير معانا على محال يخيب من زاوية في حماه صلوا على النبي صلاته محلانا عاشقين سيدي رسول الله زيدوا في صلاة المصطفى طه يا عاشقين سيدي رسول الله زيدوا في صلاة المصطفى طه يا عاشقين سيدي رسول الله زيدوا في صلاة المصطفى طه يا عاشقين سيدي رسول الله زيدوا في صلاة المصطفى طه ربي عطاه من فضله واصطفى رسول المحبة الخير معاه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم رفيسه بلديه بالدجاج البلدي اللي جبت معايا من الصخيرات وبالضبط من عند ليلى اختي الله يحفظها، هي اللي كانت موجداه وواضعاه غاسلاه وواضعاه في المجمد وسافر معايا هاد الدجاج في الطياره، يعني مع الباكاج مده ساعه ونص، وضعته حتى انايا بدوري بحكم الحال بارد وضعته في المجمد. واليوم ان شاء الله كتاب انني غادي نصايب به رفيسه واي حاجه تنجيبوها من البلاد كنكونوا فرحانين بها. دابا غادي نوجد معكم مساخن على يديا. بالنسبه هنايا كاين عندنا الباكستان والهنود كيبيعوا التوابل مشكله، يعني البهارات تصايبوا اي حاجه على يديكم، المروزيه تصيبوها على يديكم، مساخن كذلك. هنايا بحال وريتكم في هذيك الساشيه كاينه غرام مساله، هاد غرام مساله حتى هي تخدموا بها اولا طيبوا بها الرفيسه، راه كتجي بنينه لانها جامعه بزاف ديال البهارات. هذيك السمينه بلديه هذيك كنشريها دائما من مدينه فاس. هنا غادي نبدا نوجد المساخن. هنا عندي تشكيله من البهارات الصحيحه: ورق سيدنا موسى يابسين، نويويره، البسيبيسه، القزبر هكا حبوب، عويدات ديال القرنفل، ديك زهره ديال الباديان. المهم هادشي كامل غادي نزيد عليه ملكه التوابل، راه عندنا في المغرب كدير 600 درهم اللي هي تقدر تقول 60 اورو. يعني ما عرفتش انا علاش مغلينها بزاف، لان هي والزعفران الحر، هاد التوابل هادو بجوج دائما كتلقاوهم غاليين. هنا غادي نضيف الابزار اولا الفلفل الاسود وغادي نطحن هادشي مزيان. ضفت حتى عويدات ديال القرفه، عويدات ديال القرنفل، المهم واحد التشكيله ديال البهارات الصحيحه. من بعد فاش غادي نطحن هاد الشيء الطحنه الاولى غادي نضيف الزعفران شعره اولا الزعفران الحر. كتجي هاد التخليطه هائله تقادوها على يديكم، تعرفوا راسكم شنو اللي كطحنوا. دابا هنا غادي نزيد شويه ديال البهارات غرام مساله وكذلك الكاري اولا واحد التخليطه ديال البهارات سميتها الكاري. صافي غادي نخلط كل شيء حتى نتحصل على العشوب. هادو هما العشوب اللي غادي نعشب بهم هذاك الدجاج البلدي. غادي نصب ان شاء الله بالزيت البلديه، ما غاديش ندير الزيت الروميه نهائيا. عندي المعدنوس، عندي الثومه، عندي السمن، كذلك البصله، الكركم، الزنجبيل، الابزار غادي نطحنوا على يديا. من قبل قلت غادي نشعل واحد العود ديال الند ديال العود. انا غادي نوريكم، هذا شريته من المغرب، نوريكم الباكيتي ديالو.
هي هذه. كنوضع هذيك العشوب اللي طحنت كامله هكا على جنب، ودابا غادي ندوز نطحن الابزار. انا فاش كنبغي نصايب الرفيسه او نصاوب كسكسو كيعجبني الابزار او الفلفل الاسود نطحنو هكا يكون جديد، ونطحنو يكون خشين شي شويه. دابا ان شاء الله غادي نبدا نوجد التوابل اولا العشوب والتخليطه اللي ان شاء الله نشرمل بها الدجاج. وضعت بحال اللي لاحظتوا 2 معالق هكا غير باش نشرمل الدجاجه، حيت من بعد عاد غادي نضيف في الروا كذلك الملح. وضعت من داك العشوب اللي كنت طحنت، غادي نضيف الكركم، وغادي نضيف كذلك الزنجبيل، السكينجبير باش يجينا ان شاء الله هذا الفروج هذا معشب من داك الشيء الرفيع. ايوا غادي نضيف السمن البلدي، نضيف كذلك الابزار او الفلفل الاسود اللي طحنت عليه يديا، وحكيت هنايا الثومه، وغادي نخلط بالماء، خلط مزيان. ومن بعد غادي نشرمل هذيك الدجاجه مزيان مزيان. كنت بغيت نطيب الرفيسه يعني المرق ديالها في هاد طنيجره ديال الطين، ولكن ما قداتنيش في هذيك الدجاجه، بقاو الرجلين ديالها طالعين وانا نقلب الكوكوط. المهم كنضيف شي شويه ديال الماء سخون بصيله وحده، وكنخلي الدجاجه تقلى شويه في مع هاد التوابل والبصله. من بعد غادي نبدا نضيف التوابل كاملين اللي ضفت للدجاجه، غادي نضيفهم باش هكا يتنسم لينا المرق. كذلك هنايا عندي العدس كنت مرطباه، غادي نضيف واحد شويه. العدس ديروا القياس اللي بغيتو اللي كتفضلوا. هنا انايا راني ما درتش الحلبه حيت كاينه في هذيك البهارات فيها الحلبه. بحال اللي قلت لكم غنضيف من كل من التوابل اللي شرملت بهم الدجاج، وغنضيف الزيت البلديه وشويه ديال الماء طايب الماء سخون والسمن كذلك. بالنسبه للبصله راه ما غاديش نضيفها هنايا، غنخلي الدجاج يطيب غير مع العدس، غنرويه بالماء الكافي ومن بعد غادي نسد عليه ونخليه يطيب. غادي نضيف واحد القبيطه ديال المعدنوس، كذلك غادي نضيف الثومه، وغادي نصحح الذوق بالملحه. من بعد غادي نسد على الدجاج نخليه يطيب، وفاش غادي نفتح عليه غادي يكون طاب واحد تقريبا بقى لي غير شويه، وباش يكمل الطياب ديالو غناخذ من المرق وغادي نضيفو على البصله هكا جوانح درتها في الطاجين. غادي نطيبها تما بوحديتها باش ما تجينيش مشته في المرق. نتوما واللي بغيتو بغيتو ديروا الطريقه اللي درت انا ديروا، بغيتو ديروا الطريقه العاديه ديروا. وضعت الملح وغادي نوضع العشوب والزيت البلديه، هادو هما التوابل اللي غادا طيب فيهم ان شاء الله. هاد البصله هادي ما كتجيش على طيبه الحلاوه نهائيا، هاد البصله كتجي طايبه بوحديتها وكتجينا مجموعه، ولكن كتجي طايبه على طيبه الملوحه. نقص عليها ونغطيها مره مره نحركها، وغادي نخلي الدجاج يزيد يطيب مره اخرى بعد ما زدت الماء سخون. بعد ما الدجاج خليته يكمل الطياب ديالو خاصو يطيب مزيان، درت بيضات يتسلقوا. البصله راه صافي قربت توجد وبقيت مقابلها مره مره كنحركها، راه ما تجيش نهائيا ماشي تفايه هذه ما حتى شي حاجه، غير البصله طيبتها بوحديتها في المرق ديال الرفيسه.
وزدت عشبتها، يعني ضفت لها الاعشاب، الملح، زيت الزيتون. وهنايا راني كنشحر واحد البريريد ديال اتاي مع الشيبه، وصافي غادي نفور التريد، غادي نخلي البخار يطلع عليه وغادي نقطعو. بالنسبه للتريد راني ما صيبتوش، شريته من مدينه فاس، تبارك الله. تما العيالات بروفيسيوناليس، يعني مختصين فيه. كنشريه ونعاود نشريه، ماشي اول مره هذه. غادي نخليكم واحد اللقطه ان شاء الله، حتى من بعد نحط لكم البلوغ اللي صورت في المدينه ديال فاس ان شاء الله. وهذه هي اللقطه اللي بغيت نشارك معكم. هي وسعادتكم بعد ما طاب الدجاج وجد المرق بحال اللي كتشوفوا، كتجي المرقه خاطره وزوينه، البصيله كتجي حتى هي طيبه في هذاك المرق ديال الرفيسه. غادي ناخذ واحد القصعه ديال الفخار، هذا الديزاين اولا الرشمه ديال الاسفي. غادي نوضع المرق في الاول، ومن بعد غادي نوضع واحد الطبقه ديال الرفيسه، ومن بعد عاوتاني المرق، ونبقى غادا هكاك طبقه ديال الرفيسه، المرق، يعني طبقه ديال التريد بغيت نقول، والمرق، ونبقى غادا بحال هكاك باش يجي كلشي مسقي. انا يا حجاج ضيف ربي نشوق نزور عرفات بالله والقبر سطع بالنور. انا يا حجاج ضيف ربي نشوق نزور عرفات بالله والقبر سطع بالنور. انا يا حجاج ضيف ربي نشوق نزور وعرفات بالله القبر سطع بالنور. ونصلي في الكعبة لربنا الكريم الغفور. نصلي في الكعبة لربنا الكريم الغفور. نصلي في الكعبة لربنا الكريم الغفور. أنا يا حجاج ضيف ربي نشوق نزور عرفات بالله والقبر سطع بالنور. ويا هيا هنا يا حجاج ضيف ربي نشوق نزور عرفات بالله والقبر سطع بالنور. ونصلي في الكعبة لربنا الكريم الغفور. ونصلي